السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة جهوات من الزيت. كيف كتشوفوا عندنا هذا النوع من لي بات. جيت باش نقدم لكم اليوم واحد الوصفة اللي زوينة الا جاو عندك الضياف على غفلة وما عندك، يعني ما لقيتو ما تحضروا اليوم، ما عندكم لا لحم لا دجاج في الثلاجه، عندكم غير هذا النوع من لي بات. جيت اليوم نشارك معكم هذه الوصفه الرائعه اللي غتبقاو ترحموا ليا الوالدين. استسمح الصوت، حلقي ضارني البرد. المهم درت هذا النوع من لي بات كيطيب، وقيله تيقولوا ليه القادوس ياكو. المهم ما عليناش، نديروا هذا النوع من لي بات تيتسلقوا في شويه ديال الملحه. صافي بعد ما تسلقوا ما يطيبوش بزاف تنطفيو عليهم النار وتنصفيوهم. هذه غير واحد شويه ديال الاندومي عجبتني بمذاق الدجاج البلدي، طيبتها حتى هي باش ناكلوها. صافي كيف كتشوفوها هو تسلق عندي، تسلقوا لي بات غنمشيو نصفيوهم هاكا. تعالوا تشوفوا المفاجأة، بما أن عيد الأضحى على الأبواب تعالوا نحيو الذكرى ديال القطبان، وغادي نزلقوا هاد النوع من لي بات في هاد لي كيردوانو أو أعواد الشواء. صافي غادي غنعمر هاد الأعواد هادو مزيان كيف كتشوفوا، غير بشويه باش ما تقطعش لكم، باش ما يتقطعوش لي بات بشويه حتى تزلقوهم كاملين في القطبان. وانا رانا وجدت واحد الصلصه اللي زوينه بمطيشه مطحونه، وضفت عليها شويه ديال المركز الطماطم والعطريه الرائعه اللي غتعطيها واحد البنه ما شاء الله. ملي غتجربوها والله الا غترحموا لي الوالدين. ولا وصلتوا حتى لهنايا ولا من نبدا ندير الصلصه، خليوا لي واحد اللايك وواحد الكومونتير وبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع العائله والاصدقاء اللي تعم الفائده، وباش كلشي يصاوبوا هذه الوصفه ديال القطبان بالقادوس او هذا النوع من لي بات. انا والله ما عرفت اش كيقولوا لهم، حيت انا اصلا ما تنطيبش لي بات بزاف. نتوما عارفين الناس اللي عندهم الوزن الزائد ما خصهمش ياكلوا لي بات غير على ود الاطفال. صافي قلت لكم هذيك الصلصه الزوينه الرائعه بمطيشه اللي هذا طحنتها وزدت عليها مطيشه ديال الحك، وزدت عليها العطريه اللي هي بودره الثوم، وتحميره فيمي او تحميره بمذاق الفحم، بزار شويه ديال الزيت البلديه. الا ما بغيتوش ديروا الزيت البلديه ما ديروهاش، مليحه ابزار. صافي وغنزلقهم بحال هكا، وانا دايره البريصه حتى هي كتسخن، وغنحط عليها واحد البابي سولفيريزي باش منين نحط القطبان ديالي يسخنوا غادي يطيبوا بسرعه. صافي ها هما بعد ما كملتهم دابا القطبان ديالي عمرتهم كيجيو على هذا الشكل هذا. الصراحه المنظر ديالهم زوين. ودابا غندوزو المرحله المواليه، وهي صافي وهذه الصلصه الرائعه اللي قلت لكم غادي ندهنوهم مزيان. صراحه كيجيو زوينين بريستيج، عوض ما نديروا الروينه ديال لي بات في التفصيل نديروه في اعواد الشواء. الصراحه كيجيو زوينين بريستيج، هادو لي بات بريستيج. ما عمركم ما جربتوا بحالهم، دابا ملي غادي تجربوهم غادي يعجبوكم وغادي تبقاو دائما حتى نتوما ديروهم. صافي بعد ما دهنتهم مزيان باش يتشربوا هذيك الصلصه الزوينه الرائعه واللي متبله على حقها وطريقها. الصراحه كتجي في هذيك التتبيله زوينه ديال التحميره فيمي والثومه بودره والعطريه اللي قلت لكم. صافي دابا غندوز باش نضيف عليهم المكون اللي غيعطي هذيك التعليكه وباش كتجيني فعلا بريستيج، اللي هو فروماج موتزاريلا. انا قطعته بحال هكا قطع، وعاده بشرط واحد الكميه. بعد ما غادي نستف هذا الفرماج فوق
لي باط فوق هاد القطبان هادو. هانتوما تبعوا معايا حتى الاخير. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو. دابا غادي نسد عليهم البريسه، نرجعها غير واحد شويه يسخن داك الفرماج موتزاريلا، ما تخليوش بزاف باش ما يلصقش لكم فيها. صافي دابا غادي نعاود نفتحها. شفتوا الطبقه التحتانيه راه بدات كتذوب. ودابا غادي نضيف الجبن اللي مبشور. نتوما تقدروا ديروا حتى نتوما اي نوع من من الجبن اللي كتعرفوا غيعطيكم التعليكه في لي بيتزا وفي لي غراتان. وهذا غديروا حتى فوق هاد القطبان. وشوفوا كيف جاو زوينين رائعين، خصوصا الا قويتوا فيهم الصلصه ودخلتوهم للفران بلا بريسه راه كيجيو روعه صراحه. صدقوني يحاولوا تجربوهم. وداك التبصيل ديال التقديم اللي وضعت فوق منه القطبان رانا حطيت فيه الكريمه وضفت عليها شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. صافي باش ملي كتوضعوا بحال ما هكا كتحيدوهم من الاعواد، كتبقاو تاكلوا بالفرشيط وكتغمسوا في هذيك الصلصه ديال الكريمه. كيجيو رائعين. انا متاكده انهم غيعجبوكم. وما تنسونيش بواحد اللايك وبواحد التعليق يكون محفز. وشكرا بزاف بزاف. وغنبقى دائما نجيب لكم الجديد في الوصفات السهله والسريعه والبسيطه. والى اللقاء وشهيه طيبه.